وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم حمد تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسأل إنك عفو غفور يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma yassir yassir mudabbir dabbir musalsal ala qul asri bijal misrin adir. Allahumma bi aqil Fatiha bi sirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha iftah lana babal khair wa ja'alna khairan ali wa fikna khairan ali. Rabbana qabbal min rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana qabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin. Imam Busiri anallahu yafrid rabbana sallallahu bana syukur bana wa sahil jami' umrina wa akhiriyah wa anallahu yashbina min jamil amrun wal asqam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. كل جيران لساني
دمعا جرى من مقلة بدم صلى الله عليه. أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم صلى الله عليه. فما لعينيك إن قلت تكف فاهمتا وما لقلبك إن قلت استفيد يهمي صلى الله عليه. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم صلى الله عليه. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر والعالمين صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه. نعم صار طيف من نحوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالعلم صلى الله عليه. يا لائمي في الحوى الأذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عدتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم صلى الله عليه. أعطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الأذال في صمم صلى الله عليه. إني اتهمت نصيح الشيب في عزلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارة بالسوء ما تعظم من جهلها بنظير الشيب والهرب ولا أعدت من الفعل الجميل الكرام بيت ألمنا برأسي روحت شبيه لو كنت أعلم أني ما أذكره كتمت سرا بدني كتبي مغرب ردي جواه من رواياتها كما يرد جماح الخيل بالوجه فلا ترم بالمعاصي كثر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النجم والنفس كالطفل تحمل وشب على حب الرضاء وإن ترتيب حلم فاطمي بصر بهواها وحذر أن توليهم إن الهوى ما تولى يسمع يسمي ورائحة وهي في الأعمى لسائر مدون وإن هي استحلت المرأة
ولا تسمي كما حسن لذة الغمار قاتلة من حيث لم يدري الناس ما ضد سبيل وخشى سائس من جوع ومن شبع فربما مست الشر من الضخم واستغرب دمع من عيني قد امتلأت من المحارم والزحيم يتندمي وخالدي النفس والشيطان نواعيهما وإنهما ما حضاك الناس حضرتهمي وما تطيع منه وخصمان ولا حكما فأنت تعلم كيد الخاص والحكم أستغفر الله من كيده بلا مريد لقد نصرت به نزلا بدعوكمي أمرتك الخير لكن فمرت به وما استكرت فما كوني لك الساكني ولا تزايرت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى بردي ولم أسوي مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ولم سنة من أحيا ظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورمي وشد من سبب أحشاءه وطوى تحت الشجارة كشحا مدرف العدم وراودته جبال شم من ذهب عن نفسه فعراح أيما شمم وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على اليسم وتدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم عامر ناهي فلا أحد أبر في كول لا منه ولا نعني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فكالنبيين بخلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواكبون لديه إلا حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم
الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا النار والنسم من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كما فعله النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم وإن ثبت قدره آياته عظما اسمه حين يدعى دارس الرمم لو ينتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم آية الورى فهم معناه وليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد فهو غطوة كل طرف من عمم وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قام نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل عين أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلا من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم أكرم بخلق النبي ذانه خلق بالحسن مستمر بالبشر متسم كالتراوير والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم وأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم المكنون في صدف من بعد منطق منه ومبتسم يأتي لطربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولده أنت بأرسلني يأتي بمبتدئ منه ومهتدمي يوم تفرس فيه الغرس أنه وينزل بحلول البؤس والندم وبات إيمانك صواب صديق لشأن أصحابك صواب مرتئمين والنار خامدة الأنفاس من أسفين عليه والنار سائر عين من سلمي وساء ساوة
والغيث المصبيح كأن بالنار ما بالماء بالبلل وبستان وبالماء ما بالنار من درمي والجن تهتم والأنوار سابعة والحق يزهر من معدن ومن كلمي وصام خير المشاعر بالسماء وبارقات بالنار لم تشبي بالأموال ما أخبار كاهدهم بأن دينه موجل يبني وبعدما ينوب الأفق من شهور منقادة ومقاما في الأرض من صدمي حتى وداع طريق الوحي منهزمون من الشياطين يكفو إكرام منهزمين كأنه عربا أبطال أجرحتي أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذان به بعد تسبيح بأجرهما لنا المسبح من أشار ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سترت سترا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم صلى الله عليه مثل الغمامة النسار سائرة تجيه حر وطيس للهجير حميد صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسام صلى الله عليه فما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه فالصدق في الغار والصديق لم يرما لهم وهم يقولون ما بالغار من عرمي صلى الله عليه ظن الأمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنشد ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن عالم العتم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيم واستجرت به إلا وللت جوار منه لم يضمي صلى الله عليه ولا التمست غنى الدارين من يده لاستلمت ندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رأيه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب
ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه. كم أبرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى هجت غرة في العازر دهمي بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من الهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عليه وصفي آياتي له ظهرا زورنا للكرام ليلا على علمي الدور يسدد حسنا وملتزمون وليس ينكس قدرا أو ملتزمين فما تطول آملي مدينة وفيه من كرمي لا أهلك وشيمي آيات حاكم بنا الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكدم لم تقترن بزمان ويتؤمرنا معاني وأن إرمي دمت لدينا ففاقد كل معجزة من النبي عيسى جاءت ولم تدمي محكمات الفمان وتكين من شبهين لسقاك وما تبغي نبي الحكم ما ربط قطر إلا عاد بالمرضين عاد إلهي يا سلامي عادت بلاغتها دعوى معارضها راد ليريد الجاني عن الهرم لها معان كما البار في مددي وفوق جواره بالحسن والكرم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على صاحب الثامن وقررت بها عين قارها فقلت له لقد غفرت بها لله فاعتصمي
شبيبك أنها الحوض فيض الوجوه من الوساط وقد جاءوا كالجبل خيرات كثيرة وكالمذاب بعد الأتان الكيس من غيرها في الناس لم يكفي لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الهادك الفهيم قد تنكر العين ضاع الشمس بالرمدين وينكر الفم طعم الماء من سقم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يصلي على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تطالب السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقا ولمستنم أخذت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مقتدم وحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العيد أنباء بساكنك نبعة أجفلت غفلا من الغلب ماذا لا يلقاهم في كل معترك حتى هكا بالقول حمل على وضامي والذل فكادوا يربطون بي عشلت
يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم وكأنما دين ضيف حل ساعتهم بكل كرم إلى لحم العيدا قريب يجوب بحر خميس فوق سجحة يرمي بما من الأبطال ملتهم الله 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 لا إله إلا الله الله رسول الله من كل متنب لله منتسبين يسلم مستسير للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد بديها موصولتان بما كفولتان أبدا منهم بخير أبي وخير بال فلم تيته ولم تهيم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم هذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أودا فصلحت بالله أدهى من الوفاء المسرر بدهم بعدما وردت من العدا كل مسود من الهام والكاتبين بسور الخط ما تركت لهم أربع جسم غير منعجم شك سلاح لهم سيبة ميزهم والورد يمتاز بالسماء الله الله رسول الله تهدي إليك رياح نسري نشرهم فتحسب الزهر بالأكمام كل كم كأنه بذور الخيل تربا من شدة حزني لا من شدة
ظلمات الخزوم احتارت قلوب العيلة من بأسهم فرقان فما تفرق بين البحر والبحام ومن تكون برسول الله نصرته إن تجده الحسن بأعجابها تجني ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم هل له أمته بملته كالليث حل مع الأشبال في أجامي كم جدلت كلمة الله من جميل به وكم خصم البرهان في الخصم كذاك بعلمي من أمي معجزة الجاهل يأتي والتجنيب باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديه نستقيل به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدام إذ قلدني ما تخشى عواكبه كأنني بهما حلي من النعم العد غي السباب الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم ويا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تصومي صلى الله عليه يبي عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام صلى الله عليه ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام صلى الله عليه يكن بمعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه حاشاه أن يرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفكار مدائيه وجدته لخلاص خير ملتزم صلى الله عليه ولا يموت الغنى منه يدا تربات إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم صلى الله عليه ولو أريد زهرة الدنيا لديك تضفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل على حبيبك خير خلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علوه به سواك إنه للحديث الأميم ولا يديك رسول الله جاء به إذا الكريم تظل باسمهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة الظلمان إن الكبائر في غفرانك الله لا ألا رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب لسان بالكسر يا ربي وجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منغرم والطف بعبدك في دارين إنا له صبرا متى تدعوه أول الهازمين وذل الصحب على النبي بنور هل ومنسجمين مرن هذا ذبات البنر الصبان وأطرب السهاد العز بالرغمي ثم روى عن أبي بكر وعن عمرين وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين نفروا أهل التقى والنقاء والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالمصطفى من لمقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلب في المسجد الأقصى بالحرم
لمن بيته في طيبة الحرم اسمه قسم من عظم القسم وهذه بلدة مفترقة الانتماء والحمد لله في بدر وبالختم أميتها قد أتت 60 مائة فرج بها كرمها يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم محمد أشرف العربي والعجمي محمد خير ما يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قريبتان محمد صديق الأكوان والكريم الله محمد ثابت مساك حفيظه محمد طيب الأخلاق والشرب الله محمد رويات بالنور دينته محمد لم يزال نورا من الكذب محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد عظيم من أمن والحكم محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق الذي مبين محمد رجلان حقا على علمي الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صبه الرحمن بنعمه محمد صفة البر وغيرته محمد طهير من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جار
لم يضني محمد طبتي دنيا ببعثتي محمد جاء في آيات والحكم محمد يوم باس الناس شافعنا محمد نوره هذه من الظلم محمد قائم بالله ظهوري محمد وتقول الرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك والنبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمك مزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم نشكر على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال ونجينا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأسيائه وأسراره وعترته وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صائفه صلى الله عليه وسلم اللهم آت وسيلة والفضيلة والشرافة الدرجة العالية رافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتى إنك لا تفلح الميعاد اللهم انصرنا والحاضرين في زمرته وآمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأردنا حودا واسقنا من يده صريفة شربة هنيئة مريئة لا نبأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم في صائف هادنا المهتدين والراشدين المرشدين وذي القدر العلي الفهر جليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحبة الزهرة والبتور سيدنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صائف لديهن صاحدين أبي محمد حسن وأبي عبد الله بن حسين وعمه سهرين عند الله وعند الناس وأمن عمارة حمزة وأبي الفضل والعباس والأنصار والمهاجر وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين وجميع صحابة وقربة والتابعين تابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأربعة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وأولياء والصحداء والصالحين خصوصا في صائف منصب هذه البلدة الشريفة سيدنا شرف الدين محمد البوصيري ثم في صائف أولياء الله تعالى من جميع من أقطاب وأجداد وأوتاد وأبدال والرجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحكم يا رب العالمين. اللهم انفعنا من بركاته وانفعنا من نفاتهم وإنا علينا وعلى المسلمين من بركتهم ومن بركة علومهم وأنفاسهم طاهرة في الدين والدنيا والآخرة مثل صائب
في صائفنا وصائف حاضرين وسامعين ووالدين ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرق من بعد تفرق معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرق من بعد تفرق معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا للمسيئين والمحسنين للعاملين والعاملين والمخدبين. هب لنا وجميع بمنة وكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمتنا عليها غير مفتونين ولا كانتين ولا كانتين ولا مقرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك والنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعوذك من شر ما استعاذك منه عبدك والنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Telah bersama-sama kita bacakan daripada Dalailul Khairat, kemudian diteruskan dengan Burda Al-Hamdih. Fa insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca tadi akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara segala hajat-hajat kita insyaallah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan sedikit kalimat tasyakur yang akan dibawakan oleh sahibul majlis atau khadimul majlis Al-Habib Ridha Asgab, mewakili daripada Majlis Syababul Mustafa dan juga abna daripada Habib Syihabuddin bin Husain bin Syahab. Fa'alaihi falitafadhal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di malam hari ini bersama-sama kita dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang baik. Tanpa berpanjang lebar, kami daripada mewakili abna Al-Habib Syihabuddin bin Husain bin Syahab sebagai sahibul bait daripada rumah ini rumah anak beliau, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Syihabuddin bin Husain bin Syahab. Habib Syihabuddinnya sendiri adalah menantu daripada Habib Ali Jenggot Abang. Habib Syihabuddinnya menantu Habib Ali Jenggot Abang. Ini rumah cucunya Habib Ali berarti, yaitu Habib Abdurrahman bin Syihabuddin bin Husain bin Syahab, yang ini rumah lama. Dan mungkin di antara beberapa habaib yang ada di sini ataupun yang lainnya juga mengenal rumah ini. Dalam sekian waktu atau berpuluh tahun lebih, mungkin banyak yang belum sempat lagi masuk di bawah rumah ini, tapi alhamdulillah setelah kita perbaiki, kita renovasi sehingga kita jadikan majelis semacam ini, mudah-mudahan ini kembali menerangi dan ini kembali mewangikan daripada rumah yang berkah sebelumnya, sehingga berlanjut lagi keberkahan tersebut. Dan terus terang, ketika saya diminta oleh alumni daripada pesantren Al Khairat
menawarkan apakah ingin dibukakan majelis Dalail Khairat di tempat atau di rumah Habib Syihabuddin ini, di majelis ini, maka ini bagaikan seperti ana ini macam dipinang oleh perempuan yang cantik. Ya. Ana yang dipinang, wah bukan main senangnya. Ini perempuan cantik, kayo, belaga, berduit. Minang gitu, wah senang hati kita. Bukan main. Ya alhamdulillah. Lebih-lebih lagi apa yang kita lakukan di malam hari ini adalah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafir. Dengan menebarkan daripada penyebutan Nabi Muhammad SAW, maka majelis menjadi wangi, acara menjadi semerbak harum dengan penyebutan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kami selaku tuan rumah menyambut kehadiran antum sekalian, mengucapkan ribuan terima kasih. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya naslataha wal batuli. Sa'altullah yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi pulang dari tempat ini, pulang dari majelis ini membawa berbagai macam keberkahan, berbagai macam anugerah, berbagai macam hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik dalam bentuk zahir maupun dalam bentuk batin. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Menginjak acara berikutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah. Fa insyaallah pada malam hari ini akan dibawakan oleh guru kita Sayyidil Habib Mustafa Kamal Al-Habsyi, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Rasulillah. Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun sukruhu fardun alal umami, Muhammadun zinatu dunya wa bahjatuha, Muhammadun khairu khalqillahi kullihimi. Uhayyukum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad awjada min nuri nuran bihi ammal huda, sabaqal awalima fil wujudi bi asriha, fa kullu minhum fi haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ma'asyiral habaib wal asatid wal hadirin rahimakumullah. Wabil khusus guru-guru kita yang ada di tempat ini, orang tua kita Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, Habib Hasan Syahab bin Habib Ridho, dan segenap asatid lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah mudahkan rezeki mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi sudah kita baca pujian untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan bahwasanya di akhir zaman ini tidak ada cara untuk kita mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad kecuali dengan banyak menyebut beliau, banyak mengingat Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul untuk menyambung tali silaturahmi dan kita mendengarkan sedikit sejarah Nabi Muhammad, walaupun kita tidak paham artinya sebagian, kita baca insya Allah menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dulu ada satu orang sahabat, diceritakan ada satu orang berjalan ingin ke tempat saudaranya, berjalan ingin silaturahmi ke tempat saudaranya. Maka subhanallah, Allah utus malaikat yang menyerupai manusia. Sering bahkan yang gak percaya malaikat turun ke bumi bisa, itu na'udzubillah, karena banyak cerita di dalam Al-Quran malaikat Allah turunkan ke muka bumi menyerupai manusia. Datang malaikat tadi menemui orang tadi, mengatakan, wahai fulan, kau ini mau kemana?
Akhirnya orang tadi mengatakan, aku ingin ke tempat saudaraku si fulan. Malaikat tadi bertanya, apakah ada niat sesuatu? Apakah ada hajat engkau ingin ke sana? Akhirnya orang tadi mengatakan, tidak. Aku tidak ingin sesuatu kecuali aku cinta kepadanya karena Allah. Menyambung tali silaturahmi. Hai subhanallah, malaikat tadi mengatakan, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi kita yang berkumpul di sini menyambung tali silaturahmi, insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perkumpulan yang luar biasa. Kalau kita hitung pahala kita malam hari ini, subhanallah. Memandang wajah orang-orang tua kita, orang-orang yang berilmu di hadapan kita, itu udah keutamaan yang luar biasa. Apalagi kita zikir, berdoa bersama mereka, insya Allah yang ada niat, hajat, minta pada malam hari ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini kita berdoa, tadi kita ada doa di situ. Ini saya teringat dulu Nabi Muhammad pernah mengajarkan sahabatnya. Nabi mengajarkan sahabat kalau berdoa itu mintalah yang bagus. Mintalah untuk akhirat, jangan minta dunia. Karena kalau kita minta dunia rugi kita. Apalagi tempat yang seperti ini nih, tempat yang kemungkinan besar hajat kita dikabulkan oleh Allah, mintalah akhirat. Jadi dulu pernah Nabi ketika di peperangan Hunain, kan, banyak rampasan perang. Nabi Muhammad didatangi oleh satu orang. Dia mengatakan, wahai Muhammad, engkau janji ingin memberikan aku sesuatu. Sekarang lagi orang ini kalau kita logika kita kayak pinter dia kan. Lagi Nabi Muhammad banyak duit, lagi banyak rampasan perang, dia datang menagih. Akhirnya kata Nabi Muhammad, apa yang kau mau? Mintalah. Orang tadi minta apa? Ya Rasulullah, aku minta 80 kambing dan yang ngurus kambing tadi. Dia bukan cuma kambing aja, bahkan yang ngurus kambingnya hamba saya dia mau juga. Jadi udah tinggal jalan aja kan uangnya kan. Akhirnya udah sama Nabi Muhammad, ambil engkau ini. Dan ketahuilah kata Nabi Muhammad, nenek-nenek di Bani Israel itu lebih pintar dari engkau, lebih pintar dari engkau. Kenapa? Karena nenek-nenek temannya Nabi Musa, ketika disuruh Nabi Musa untuk meminta, dia mintanya akhirat. Nah jadi dikatakan di zaman dulu ada namanya tabut. Ayat Al-Quran ada ini nyebutkan ini tentang tabut. Tabut itu peti. Jadi ada peti apa? Mati kayak itu atau peti harta karun. Yang jelas ada tabut itu peti. Di zaman Nabi Musa pernah diperintahkan oleh Allah untuk mencari peti matinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf ini kan di Mesir kan? Mesir ya, Fir'aun itu ya seperti itu di zaman dulu, yang mana jasad mereka ditaruh di peti. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari. Dan ketika mencari Nabi Musa tadi, akhirnya Nabi Musa bingung. Lama masa beliau, jadi nenek moyang Bani Israel itu Nabi Yusuf kan. Akhirnya nyari, siapa yang tahu? Oh nggak tahu, akhirnya ada yang memberitahu. Ada nenek-nenek tua, umurnya udah berapa ratus tahun, udah tua banget. Dia yang paling tua di Bani Israel. Mungkin saja dia ini tahu. Akhirnya sudah, kata Nabi Musa, tunjukkan aku di mana tempat nenek tadi. Nabi Musa pengen bertanya. Nah ketika Nabi Musa bertanya, akhirnya kata nenek tadi, aku akan memberitahu engkau di mana tempatnya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dua dia minta kepada Nabi Musa. Yang pertama dia mengatakan, wahai Musa, aku ini sudah tua. Ya kita bayangkan, orang umur 600 tahun, 700 tahun gimana? Orang kalau kita lihat zaman sekarang ini umur yang udah 130 tahun, itu tuanya seperti apa kan? Ya, dulu kita pernah lihat di Hauto itu ada satu habaib yang umurnya 130 lebih. Jadi beliau baring aja di kasur. Beliau mengatakan satu-satu nikmat diambil oleh Allah. Dengar udah nggak kedengaran lagi. Mata udah nggak bisa lihat lagi kan. Mulut kalau makan udah nggak ada rasa lagi. Udah satu-satu nikmat diambil oleh Allah. Ini nenek ini umurnya udah berapa ratus tahun ya. Akhirnya sudah kata nenek tadi, aku ini udah tua nggak bisa menemani engkau.
Tapi aku pernah dengar dulu ayahku bilang tempatnya di sini, di sini, di sini. Akhirnya sudah kata Nabi Musa, temankan aku. Apa syaratnya? Yang pertama, doakan aku biar muda lagi. Ini sesuatu yang kalau logika mustahil. Tapi banyak ada cerita dalam Al-Quran yang tidak masuk akal tapi terjadi. Kalau namanya mukjizat itu walaupun nggak masuk akal bisa terjadi. Atau karomah juga, kalau wali itu ada karomah. Yang logikanya manusia nggak bisa jalan di air, di laut, tapi kalau karomah wali bisa. Manusia asli nggak bisa terbang, karomah wali bisa terbang kan? Akhirnya minta biar muda lagi, sama Nabi Musa didoakan. Akhirnya perempuan tadi balik muda lagi. Untuk apa? Menemani Nabi Musa jalan nyari tempat peti mati Nabi Yusuf. Akhirnya yang kedua, apa yang kedua? Nah ini nih yang kedua nih. Yang kedua kata perempuan ini, kata nenek tadi, wahai Musa, aku ingin di sampingmu di surga, fi jiwarika fil jannah. Aku ingin di sampingmu di surga. Ada yang mengatakan pengen jadi istri Nabi Musa di surga. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah. Nah, subhanallah, ini apa namanya? Yang jelas hajat yang pertama dikabulkan, yang kedua kemungkinan dengan apa? Membantu Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi Muhammad cerdas, mintanya untuk di surga. Jadi kalau kita berdoa mintalah untuk akhirat, karena dunia ini sementara. Kayak sahabat tadi ya, kalau seandainya dia dapat 80 kambing, nggak tahu besok meninggal, gimana dia? Nyeselnya bukan main. Dia tidak menyicipi nikmat tadi, nggak tahu dia dicabut oleh Allah SWT. Jadi cerita tadi Nabi Musa mencari peti mati Nabi Yusuf dan ketemu. Ada yang mengatakan di tengah laut, nggak tahu di dalam atau ada pulau di tengah laut, dikuburkan di situ Nabi Yusuf. Nah cerita ini juga ada yang bisa kita garis bawahi, ada keberkahan orang soleh. Nah rumah ini berkah, rumah ulama orang soleh, itu makanya dalail ini mencari tempat-tempat yang berkah, orang-orang soleh, ulama-ulama dulu kita datengin. Selagi kita baca burda ngambil keberkahan, rumahnya juga kita dapat berkah. Contohnya ini nih, kenapa Allah suruh Nabi Musa untuk mencari peti Nabi Yusuf? Karena ada keberkahan di situ. Bahkan ada cerita lain di dalam Al-Quran yang Allah turunkan tentang peninggalan. Wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu malaikah, itu tentang peti yang Allah turunkan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk peperangan itu waktu zaman Nabi Daud antara Tolut dan Jalut. Nah jadi Allah perintahkan turun malaikat membawa peninggalan Nabi keluarga Nabi Musa dan Harun. Untuk apa? Ketika bawa itu tenang dan menang. Padahal jumlah waktu itu rombongan Nabi Daud sedikit. Bisa mengalahkan rombongan yang banyak. Sebab apa? Berkah, ada keberkahan. Jadi suatu kita tahu baju, rumah, tempat yang di situ ada keberkahan, kita ada ke sana kita mendapatkan keberkahan. Nah terakhir, masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah dikatakan dulu salah satu ulama besar ini menunjukkan keberkahan di rumah, di tempat kan, di tempat bahwasanya ada ulama datang mencari. Jadi ketika itu waktu itu Imam Nawawi lagi pergi ke Mesir, nggak tahu di situ Imam Nawawi ziarah ke makam Imam Syafi'i atau yang jelas di situ ada salah satu ulama, beliau ingin bertemu dengan Imam Nawawi. Nggak tahu Imam Nawawi sudah pulang, ketinggalan dia. Nah ketinggalan, Syekh Subki, Imam Subki kan. Akhirnya di situ ketinggalan, bingung beliau kan. Waduh, kelewatan ini imam besar. Ya kalau kita lihat ulama datang, itu luar biasa mereka. Lihatnya saja udah berkah kita. Memandang mukanya berkah. Apalagi kita lihat kemarin itu ada video Habib Abdul Qadir As-Segaf tahun 1991 ke Hadramut. Itu semua ulama-ulama besar Hadramut keluar menyambut Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf. Padahal kita lihat di situ ada Habib Abdullah bin Syihab, orang-orang yang kita hebat, tapi mereka tahan menunggu ulama besar yang wali kutub di zaman itu untuk melihat mukanya kan. Jadi akhirnya nyesel gimana ulama ini, saya Subki ini, Imam Subki ini akhirnya beliau kejar ke tempatnya Imam Nawawi tadi.
Tapi subhanallah karena waktu perjalanan zaman itu mungkin pakainya apa? Ya kendaraan yang kuda atau jadi nggak terkejar lama. Subhanallah pas Imam Subki nyampe ke tempat Imam Nawawi nggak tahu dengar kabar Imam Nawawi meninggal. Jadi nggak sempat ini dapat, tapi yang jelas dapat niat. Imam Subki mengatakan di mana tempat Imam Subki biasa ibadah kepada Allah. Oh ditunjukkan tempatnya ini majelisnya beliau dulu sering. Akhirnya Imam Subki sholat dua rakaat di sana. Sholat 2 rakaat berdoa meminta kepada Allah di tempat itu dan subhanallah beliau tahu ini tempat yang berkah. Bahkan tempat ini apa Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Nabi Zakaria meminta punya anak. Nabi Zakaria kan lama nggak punya anak ya. Nah beliau minta punya anak di mana itu tempatnya? Ulama mengatakan itu tempatnya di mihrabnya Sayyidah Maryam. Tempatnya Sayyidah Maryam beribadah kepada Allah. Nabi Zakaria di situ berdoa, ya Allah berikan saya anak, minta keturunan. Enggak tahu Allah kabulkan. Nah jadi apa nama Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria karena di tempat orang soleha kan, yaitu Sayyidah Maryam ibunya Nabi Isa. Ini sedikit mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad SAW dan keberkahan Sahibul Bait dan ulama-ulama yang ada di tempat ini. Hazamakullakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair jazak kepada Sayyidil Habib Mustafa Kamal Al-Habsyi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan insyaallah mudah-mudahan dengan i'tiqad kita, dengan keyakinan kita kepada orang-orang soleh akan menambah keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah fakah. Kami mewakili daripada ashab santri alumni santri Al Khairat Palembang Darussalam mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Sahibul Bait abna daripada Habib Syihabuddin bin Husain bin Syahab dan juga Majlis Syababul Mustafa yang dipimpin yang dibina oleh Al Habib Ridha Assegaf. Ribuan terima kasih kami ucapkan yang mana mereka sudah menyediakan daripada fasilitas tempat. Insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah mereka fasilitasi untuk kita semua dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mudah-mudahan segala hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kepada para hadirin sekalian yang sudah memenuhi undangan kami dan tim hadrah yang sudah luar biasa pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita gala-gala mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah waqakumullah. Untuk majlis burdah bulan depan insyaallah bertempat di rumah Habib A di Sepoliling, Luwung Tapakning, bergabung dengan majlis Arba'in. Jatuh sama sekali. Dan yang kedua undangan hall daripada Al Habib Ahmad bin Hasan Fat'at yang insyaallah tahun ini bertempat di Pondok Pesantren Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab, Pondok Pesantren Anwar Thayyibah di Begayut tanggal 16 Agustus hari Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Tanggal 16 Agustus hari Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Jatuhi sama sekali, tolong saling sampai. Masyaallah hadirin rahimakumullah waqakumullah. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita bacakan talqin zikir. Insyaallah akan dibacakan oleh Habib Ridha Assegaf, kemudian ditutup dengan doa Al Habib Ali Al bin Hamid. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.
ربنا تقبل منا إنك أنت العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله.